سلام سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم. عاودت وليت لكم بعد مده من الغياب، يعني غبت عليكم شويه، مي ان شاء الله ما جيتش يديا فارغين. ان شاء الله تستفادوا من هذه الفيديوهات، يعني اللي نحطه لكم يلقون بحاجه صغيره، حاجه شويه يعني كما يقولوا. واش راح نديروا هنايا البنات؟ راح نحتاجو هنا نص كيلة تاع الكاوكاو، يعني كيلو كاوكاو مخلط بين واحد يعني ما فيهش القشور وواحد فيه القشور. هذا راك تشوفوا فيه، هذا اللوز كنت خدمت به كوموند، نحيت له القشور اللي شفيته. كان عندي تاع الجزيريات اللي درتها في فرنسا، هذيك اللي درت لا كوموند ديالها. هذاك نشفته في الشميسه وخليته البنات حتى نشف. بعد ما نشف راح نحطو دوكا هكا غير ينشفوا كامل، راح نديروه في باطه، ما تخلوهش هكاك في الساشي. هنا البنات بالنسبه للعجينه نحتاجو كيلة وربع تاع ليدام، سواء يكون عندك زبده ولا سمن، ونديروا هذاك الكيلة اللي نلحقوا بها حتى للنص حنكملوها زيت، هذا مكان. ونديروا كيلة تاع الحليب، نديروا قرصه تاع الملح هي الاولى ما نساوهاش، ونديروا 2 معالق كبار تاع سكر كلاص. هذا واش حنحتاجو بالنسبه للعجينه. ونديروا كما قلت لكم الفارينه باش نلمو نحتاجو واحد الباكي وشويه تاع الفارينه، ولا باكي ونص تاع الفارينه. الوغ هنا البنات نخلط مليح هذوك المقادير حتى يولي لي الخليط ديالي بيض، يندمج هذاك الخليط بين السمن والزيت والحليب. الحليب هنا البنات مليح للطلبيات، هذه الوصفه تساعدكم بزاف، تخرج لكم كميه لاباس بها. يعني ما تقعدوش ديروا في الكيله وتعاودوا يعني تزيدوا ديروا كيله واحده اخرى. الحليب راح يساعدك يعني باش كما نقولوا تزكى العجينه ديالك. اون بليس دي سا يعطيك الطراوه، يعطيك كما قلت لكم يخرج لكم كميه لا باس بها. هاد العجينه يعني سحريه، تقدروا ديروا بها اي معجنات حبيتوهم، يعني التشارك تحبوا ديروا انواع بزاف تاع المعجنات اللي تحبوا ديروهم بهاد العجينه، حتى يعني تريوسيو فيها ماشي غير العرايش. فوالا هنايا بعد ما لميت كامل الفرينه قلت لكم سا ديبون شحال تاكلكم، كاين اللي تشرب كاين اللي لا حتى نلمها، ومن بعد نديرها في ساشي ولا في البابي فيلم، نغطيها ونخليها مدة 2 سوايع وهي تريح. لازم تريح البنات على الأقل ساعة ونص حتى 2 سوايع نخلوها تريح. فوالا هنا بعد ما نميتها هكا، نميتها في ساشي وخليتها تكوطي، نجي للحشو ديالنا اللي راح نطحنو. راح ندير له هذاك القشور تاع اللوز كما قلت لكم، راح يعطي له بنه مليحه. واستيس يعني واحد ما يرميش هذاك القشور برك هكذاك. انا كي جابته لي طلبيه، يعني كي جاتني طلبيه وجاتني يعني جبته لي هكذاك بالقشور، خليت استفدت من هذاك القشور. هنا اللي تحب دير كما نقولوا حاجه بالكاوكاو، ولا تقدري ديري لها هاد لاغوم، هذا ولا يجي كيما لاغوم يعني يكون يابس ناشف لاباس عليه، ديريه مع هذاك الكاوكاو كي تطحنيه هذاك القشور تاع اللوز. ومن بعد هنا درت هنا لاغوم، درت البنات لاغوم تاع اللوز، كان عندي لاغوم تاع اللوز زدت ضفت له، ودرت ملعقه كبيره تاع الزبده باش الحشو ديالنا يجي طري ما يجيش يابس. وبيان سور الكاوكاو تاعي دخلته الكوشه مده 5 دقائق غير شويه، تحمس لي غير شويه وخرجته، يعني ماشي حاجه كبيره. ومن بعد احلم بالمزهر، هذا مكان نلم الحشو ديالنا. ومن بعد نبدا نخدم معاكم العرايش. فوالا العرايش شحال نختار درناهم البنات في القناه، يعني مش اختار ماشي زوج، حنخلي لكم الروابط تاعهم ونخلي لكم كامل بالديتاي شحال ياكل لكم هاد 80 حبه تاع العرايش تاع المزيود. فوالا كيما لاباط داموند هنايا تاع استعملتها البنات، لاباط سكر، عفوا لاباط سكر هذه البنات يشبحوا بها بيان سور، تشريها طالعه يعني تشريها بالالوان اللي حبيتي ولا واش حبيتي واش كان عندك. ومن بعد راح يعني نخدموا بها دائما نغطوها. دوك نوري لكم لي مول اللي خدمت بهم، الاشكال اللي حبيتوهم، ونوري لكم واحد الملون يعني اللي يتخلط بالماء، لقيته في يعني كنت عاد نخدم به تما، نوريكم ميم البري ديالو شحال شريته. هذاك البنات نخدموا به يعني شغل يجي
يجي باللون الدوغي، مانيش عارفه واش يسمولو بصح يجي هكا بملون، يعني ملمع غذائي ولا جو سي با واش يعيطولو. المهم تخلطيه هذاك الدوغي، تخلطيه بالماء ديالو، يجي سبيسيال هذاك الماء ديالو، يتخلط في شويه تاع الكاس، و ديري به زعما كيما نقولوا تشبحي به الوجه الفوقاني تاع هذيك لاباط تاع السكر. دوك من بعد تفهموا واش حبيت نقول لكم. التشكيل تاع العرايش البنات درتو معكم شحال من خطره، يعني تبعوا فقط باش يجوكم كامل كيف كيف، ومن بعد نتقبوهم بالكيردون من قبل ما ندخلوهم باش هذيك لاباط يدخل لها كامل طياب حتى لداخل، ومن بعد خلوهم يحمروا من تحت وزيدوا لهم غير شويه من الفوق ونحوهم. والطليه راح نديرها معكم ان شاء الله وشحال تاكلكم كامل لي زانغريديون. هي يعني لو سكر غلاس راح ياكلكم من 4.5 حتى ل5، سا ديبون على حسب لا كولور ديالكم. هي ولا حبيتوها زعما كي تكون كلاغ بزاف تاكلكم الطليه حتى 5 باكيات تاع يعني لو سكر غلاس. باسكو علاش لا كولور كلاغ لازم نديرو الطليه ديالنا شويه ثقيله، تكون ثقيله باش ما يبانش هذاك يعني اللحمه هذيك تاع العرايش، يعني هذيك العجينه تاع العرايش باش ما تبان لكمش، تغطي لكم كامل. ومن بعد بيان سور نخلوهم ينشفوا يقطروا مليح، غير ينشفونا يبسونا راح نحو لهم كامل، نقوهم كامل من تحت، تنقوا دائما الحبات ديالكم ونديروا لها ناكري بيان سور، نديروا لها داك البغيون يجي من فوق. هذا ما كان بون. هنايا عندي 4 باكيات كما راكم تشوفوا هنا، كلات لي 4 باكيات ونص حتى تقريبا 5، باسكو لا كولور جايه في البلو، حبتها في البلو. هادو خدمتهم بلا بات ا سكر كما شفتوا، درت الملون غذائي. هادوك اللي قلت لكم اللي درتهم بالدوغي راهو كاين يتباع، دوك نوري لكم القرعه ديالها اللي تتخلط معاها. هذا البلو يعني انا اللي درتو كان عندي الازرق، وهذا اللي خدمت به كما تشوفوا المول، هذا اللي خدمت به. نتوما واش حبيتوا تخدموا هنا. هي تاني جابت لي كامل يعني لي زانغريديون، جابت لي هي كامل عفوا ماشي لي زانغريديون، جابت لي كما نقولوا الدوزان وكامل، وانايا خدمت لها. بون هنايا هذاك الدوغي اللي راكم تشوفوا فيه هذا لو جاي في الفنجان، هذاك اللي قلت لكم يتخلط. وهنايا بالنسبه لا كولور اللي تخرج مع دوك البوبونات اللي جابتهم لي، فوالا هكذايا حبتهم بهاد لا كولور. انا درت هنايا درت كما قلت لكم 4 باكيات، درت 2 حبات تاع البيض يعني غير البياض ماشي صفار، وراح ندير فنجان تاع المزهر، ولا انا دوكا عيني ميزاني. بالنسبه لي تحب المقادير مضبوطه وكمان نخليها لكم في صندوق الوصف شحال تاكل ابيبري شحال. بون القرعه تاع المزهر لازم اوبليغاتوار باسكو تشد لكم كامل، يعني قرعه تكفيكم. بالنسبه لاغوم انا عندي توجور هذا البلو عندي، يعني من احسن تستعملوا هذا الليكيد، ما تستعملوش هذاك بودر، وديروه يعني تخلطوه مع الاول، وديروا شويه تاع الزيت مع الاخر تاني ديروها في الطليه. هنا دوكا والقارص تاني ما تنساوش البنات، القارص واحد 3 حبات ولا المهم تعمروا نص فنجان تاع القارص. فوالا القارص بيان سور لازم في الوصفه هذه. قلنا القارص، قلنا شويه تاع الزيت مع الاخر، قلنا البياض تاع البيض واحد 2 حبات حتى 3، ولا غوم هذاك عفوا الكولورون هذاك اللي شفناه مقبله، ونطلوها بيان سور الحبات ديالنا ونشفوها نقوها نديروها ناكري. هنايا كتشوفوا كيفاش طابت، يعني جات ما شاء الله. هنا كانت قسمت لي الحبه يعني جات فريمون تشهي، جاء روعه من الشكل ديالهم، جاوا بزاف هايلين. ان شاء الله وصفتنا تاع اليوم تنال اعجابكم. وهادو لي دوغي كامل هادو شباح، وقلت لكم شبحتهم بهذاك اللي قلت لكم جاي دوغي جاي فيه معاه الماء ديالو، تخلطيه وتشبحيهم. وش هي طيبه. ان شاء الله فيديو تاع اليوم يكون خفيف ظريف، تهلاو في رواحكم بزاف، صحيحتكم، واخر كلام هو السلام.